يكون الفرق بيني شويه وبين اي حد تاني. احنا عائلتنا في مصر شويه ان احنا ما ت- ما اتمرناش جامد هنا منتلي. ما فيش حاجه عندنا اصلا، ما اتعلمناش في السكول حاجه في المدارس، حاجه زي كده، فاحنا ضعاف شويه فيها. فدي مشكلتنا، ما بنحبش نتعلم كتير، احنا دايما عارفين كل حاجه. طبعا كلنا بعد ما شفنا الفيديو ده لمحمد صلاح قعدنا نتريق عليه ونقول يا محمد صلاح خلاص بقى انجليزي، محمد صلاح اتأثر بتيتا اليزابيث. بس خليني اقول لك ان بعد السنين دي كلها محمد صلاح كان معاه حق، وان فعلا اهم حاجة المينتاليتي اللي احنا ما بناخدهاش في السكول. المينتال هيلث او الصحة والسلامة العقلية ممكن تطلعك سابع سما وممكن تجيبك سابع ارض، وهو ده اللي هنحكيه في حكاية النهاردة من برنامج حكاوي كورة. يلا بينا. حلقة النهاردة عن الإمبراطور أدريانو البرازيلي. واللي ما يعرفش، البرازيل طول عمرها مستعمرة برتغالية لحد سنة 1822 لما الأمير بيدرو اللي كان وقتها حاكم المستعمرة البرازيلية أعلن انفصاله عن الإمبراطور جواو السادس اللي هو في نفس الوقت يبقى أبوه. يعني الراجل أعلن انفصال البرازيل عن البرتغال وانفصاله عن أبوه، وأعلن البرازيل إمبراطورية منفصلة ويكون هو أول إمبراطور ليها. علشان كده لقب امبراطور ده لقب ذو قيمه كبيره جدا في البرازيل، زي باشا وبيه عندنا، البشويه والبهويه لما تحب تكبر من حد تقول له معالي الباشا او معالي البيه. عندهم في البرازيل امبراطور دي حاجه كبيره جدا. فلما البرازيليين يسموا ادريانو الامبراطور البرازيلي ده يعرفك قد ايه الشعب البرازيلي كان مغرم بلاعب كره القدم ادريانو لييتي ريبيرو. في يوم 17 فبراير 1982 في ريو دي جانيرو في حي فقير اسمه فيا كورسيرو بتتولد الموهبة الفجة أدريانو لييتي ريبيرو. يتولد وسط حي فقير، حي كله عصابات، حي كله تجار مخدرات، حي كله جريمة، بس بيتولد بحلم ان هو يبقى لاعب كرة محترف علشان يوصل للشهرة، يوصل للفلوس، علشان يقدر ينتشل عيلته وأسرته من الفقر اللي هم فيه ومن الخطر اللي هم عايشين فيه 24 ساعة وسط العصابات أو الفافيلا البرازيلية. ادريانو اللي كان عنده قوة جسمانية اشبه بهالك، وقوة تسديدة اقوى من روبرتو كارلوس، ومهارة الظاهرة رونالدو او الساحر البرازيلي رونالدينيو. ادريانو من هو صغير بيحب الكورة، وكان بيقول ان هو صغير كان دايما بيشوط الكورة بشماله في البيت بتاعهم على الابواب لحد ما كسر كل الابواب، وده كان بيجنن امه دي اللي نزلت باعت حلويات في الشوارع علشان تقدر توفر له فلوس تقدم له بيها في مدرسة الكورة في نادي فلامينجو البرازيلي في ريو دي جانيرو وهو عنده 15 سنة. في نفس الوقت كدبت على ابوه وقالت له ان عمته هي اللي ادته الفلوس دي علشان يقدر يقدم في النادي، لان هم كانوا اسرة فقيرة وكانت ظروفهم مش مستحملة، وتضحية امه دي هي اللي وصلته للشهرة وهي اللي وصلته للثراء وللنجومية، ووصلتنا ان احنا نعرف حاجة اسمها ادريانو دلوقتي. في سنة 1992 ودي سنة مهمة جدا في حياة أدريانو هو طفل لسه عنده 10 سنين قاعد في بيته بيسمع صوت ضرب نار جاي من بره البيت. بيخرج بسرعة علشان يشوف أحد أفراد العصابات بيضرب رصاصات طايشة في الحي بتاعهم. رصاصة منهم استقرت في دماغ أبوه اللي نقلوه بسرعة على المستشفى، لكن الدكاترة قالوا إن الرصاصة لازم تفضل في مكانها لأن هي لو اتحركت بعملية جراحية هتأدي لموت أبوه، فلازم يعيش بيها رغم المضاعفات الممكنة واللي حذروهم منها واللي حصلت لأبوه. بعد كده أبوه فضل عايش برصاصة في دماغه، أبوه فضل عايش بعجز. ده اللي خلى أدريانو من وهو عنده 10 سنين ينزل يشتغل علشان يقدر يساعد أمه وعلشان يقدر يراعي أبوه، كل ده بجانب تمرين الكورة. فحقيقي كانت طفولته صعبة جدا. قبل ما أدريانو يلعب في فلامينجو حصلت حاجة في الفترة دي في فلامينجو اللي هي كانت فترة كويسة جدا في البرازيل. كانت البرازيل لسه واخدة كاس عالم بعد طول انتظار سنة 94. نادي فلامينجو في سنة 95 رئيسه كليبر قرر ان هو يكون خط هجوم خارق بان هو يشتري روماريو من برشلونة، ان هو يجيب ادموندو من بالميراس اللي كان لعيب برازيلي عالمي للناس اللي فاكراه، قرر ان هو يصعد سافيو من قطاع الناشئين في فلامينجو. كل ده في سنة 95 قبل ما أدريانو يدخل النادي. بعدها بسنتين بالظبط سنة 97 أدريانو دخل مدرسة الكورة فلامينجو وهو عنده 15 سنة علشان يلعب هناك لمدة سنتين مش أكتر، وفي خلال السنتين دولت يظهر نجمه ويتم تصعيده للفريق الأول في نادي فلامينجو وينضم للكتيبة اللي كونها كليبر
رئيس النادي. وفي نفس السنة سنة 99 أدريانو بينضم لمنتخب الناشئين البرازيلي وبياخد كاس العالم سنة 99 عشان يبقى بطل عالم من وهو عنده 17 سنة. السنة اللي اتصعد فيها أدريانو اللي هي سنة 99 اتصعد للفريق الأول علشان يشارك في أول ماتش رسمي ليه مع الفريق الأول لنادي فلامينجو يوم 2/2 سنة 2000، وتاني ماتش رسمي ليه يكون يوم 6/2 سنة 2000 قدام ساو باولو العملاق البرازيلي، ويقدر أدريانو إن هو يسجل أول هدف في مسيرته الاحترافية قدام ساو باولو البرازيلي. ومن هنا تبدأ قصة الإمبراطور البرازيلي أدريانو، اللاعب اللي كان في مهارة الظاهرة والساحر البرازيليين رونالدو او رونالدينيو، اللاعب اللي كان عنده تسديدات اقوى من روبرتو كارلوس، اللاعب اللي كان عنده قوة جسمانية اقوى من ابراهيموفيتش، اللاعب اللي كان ممكن يوصل ان هو يبقى لاعب تاريخي ويبقى احسن لاعب في العالم لفترة كبيرة قوي لولا الظروف اللي هو وقع فيها ولولا المنتال هيلث او السلامة والصحة العقلية اللي اتكلمنا عليها في اول الفيديو. يلا بينا نكمل حكاية أدريانو. طالما وصلت معايا لحد هنا انزل بسرعة اعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناة ادخل اعمل سبسكرايب علشان تتفرج على كل الفيديوهات اللي بننزلها. في شهر 10 سنة 2000 تشارك فلامينجو في بطولة قارية اسمها الكوبا ميركسور، ودي بطولة ما اتعملتش كتير، عملت 4 سنين بس من سنة 98 لسنة 2001، بطولة قارية للأندية في قارة أمريكا اللاتينية. شارك فلامينجو في البطولة دي في ال4 سنين. في شهر 10 سنة 2000 كان عندهم ماتش قدام النادي الأرجنتيني، نادي اسمه فيلس اللي كان بيدربه وقتها الأسطورة التدريبية أوسكار تاباريز، وكان عندهم الحارس الأرجنتيني الأسطوري تشيلافيرت عشان أدريانو ينزل ويسجل جون عالمي في تشيلافيرت. ومن وقتها تبدأ العيون تروح على أدريانو، وبيتم استدعائه عن طريق المدرب المؤقت وقتها المنتخب البرازيل إيميرسون عشان يلعب ماتش ودي مع منتخب البرازيل الأول في شهر 11 سنة 2000، وبعدها يلعب بطولة الكوبا أمريكا تحت 20 سنة عشان البرازيل تاخد البطولة، ويلقب أدريانو بلقب هداف البطولة. وفي سنة 2001 بيحصل أهم حدث في حياة أدريانو الكروية وهو لسه ناشئ، كاس العالم للناشئين اللي كان بيتلعب في الأرجنتين. تلعب البرازيل كاس العالم للناشئين اللي كان بيتلعب في الأرجنتين علشان أدريانو يتألق ويلمع نجمه في كاس العالم ده، بيقدر إن هو يسجل 6 أهداف، ياخد تاني هدافين البطولة بعد سافيولا الأرجنتيني، رغم ان البرازيل خرجت من دور ال8 من منتخب غانا، ورغم كده هو كان تاني هداف لكاس العالم علشان على طول تخطفوا العيون في إيطاليا مين؟ مالك نادي ورئيس مجلس إدارة نادي انتر ميلان ماسيمو موراتي. شاف الموهبة دي قرر ان هو يتعاقد معاها بسرعة، راح تعاقد مع أدريانو من فلامينجو في وسط الثورة اللي كان بيعملها في انتر ميلان بعد التعاقد مع هيكتور كوبر اللي كان وقتها مدرب نادي فالنسيا وكان لسه واصل معاهم نهائي تشامبيونز ليج قدام بايرن ميونخ. وقرر ان هو يجيب أدريانو علشان يبقى مهاجم ثالث مع كريستيان فيري والظاهرة رونالدو اللي كانت وقتها إصاباته كتيرة، وطبعا كلنا عارفين قصة وحكاية رونالدو مع الإصابات وركبته والصليبي. رونالدو استقبله أحسن استقبال. رونالدو الظاهرة رفض ان أدريانو لما راح إيطاليا وراح ميلانو ان هو يقعد في فندق، وقرر ان هو يستضيفه في بيته علشان يتأقلم بسرعة على اجواء الكرة في ايطاليا. في 14/8/2001 بيشارك ادريانو في الشوط الثاني اول مشاركة ليه مع نادي انتر ميلان في بطولة ودية اسمها بطولة السانتياغو برنابيو، بطولة ودية بتتعمل في تحضيرات الموسم. كان بيلعب في السانتياغو برنابيو قدام ريال مدريد وسط ال80 أو ال90 ألف مشجع، أكنه بيلعب في نهائي تشامبيونز ليج. عشان ينزل أدريانو بمنتهى الثقة أكنه بيلعب في حواري ريو دي جانيرو، بياخد الكورة وبيعدي من الأول وبيعدي من التاني وبيرقص ده وبيشوط هنا وبيلعب هنا، ولا فارق معاه ولا أكنه لعيب صغير. عشان يجي فول على منطقة جزاء ريال مدريد، وإذ فجأة تلاقي لعيبة الإنتر كلها بتوسع من على الكورة، وأكن هي حكمة إلهية نزلت علشان يطلع نجم أدريانو عشان العالم كله يعرف مين هو أدريانو. لعيبة انتر ميلان كلها وسعت من على الكرة، دخل أدريانو بشماله بيحط قذيفة صاروخية في المقص الشمال لإيكار كاسياس علشان بعدها يحتفل احتفال في ازاي وياخد الملعب كله جري ويروح للدكة ويحضن اللعيبة ويحضن المدرب. الراجل مش مصدق نفسه ومش مصدق ان هو جاب جون زي ده في ريال مدريد، ومحدش كان مصدق ان هو بمنتهى الثقة دي هيخش يشوط الفاول في إيكار كاسياس بهذا الشكل. بعدها بيرجع أدريانو لميلان تاني علشان يلعب مع الانتر، بس للأسف هيكتور كوبر ما كانش راضي ياخد الريسك ان هو يلاعب لعيب صغير زي ده في وسط ما كان هو عنده كوكبة من نجوم. فبالنادي انتر ميلان بيقرر ان هو يطلع أدريانو إعارة
كان في وقتها اتفاقيه ما بين نادي انتر ميلان ونادي بارما، فنادي بارما اشترى عقد ادريانو لمده سنتين، خدوا لمده سنتين. اول 6 شهور في موسم 2001 طلع ادريانو اعاره لفيورنتينا عشان يلعب معاهم النص الثاني من الدوري، وهم كانوا وقتها مهددين بالهبوط للاسف. ورغم كده بيشارك ادريانو وبيسجل معاهم 6 اهداف. بيسجل في مين؟ بيسجل في اي سي ميلان، بيسجل في روما، بيسجل في لاتسيو، بيسجل في اليوفي، بيسجل في الكبار كلهم. ولكن للاسف بتهبط الفيولا علشان يرجع ادريانو تاني في موسم 2002 2003 لبارما، رغم ان الموسم ده كان رونالدو الظاهرة اتباع من انتر ميلان وراح في انتقال تاريخي لريال مدريد. بس برضه هيكتور كوبر مازال مصمم ان هو ادريانو لسه بدري عليه، فبيلعب الموسم ده مع نادي بارما علشان يخلص معاهم السيزون ب 15 جول، وبرضه للمرة الثانية بيسجل في كل الكبار. وبعد الموسم التاريخي ده مع بارما في بداياته تم استدعائه لكأس القارات 2003 اللي لعبت فيها البرازيل علشان يقدر يسجل في مرمى تركيا وفي مرمى امريكا. بعدين في موسم 2003-2004 بتحصل فضيحة في ملعب الجوزيبي ميتيازا بخسارة انتر ميلان من الارسنال 5-1 في تألق اسطوري للنجم تيري هنري اللي كان واخدهم غسيل ومكوى. وبعدها حصلت شوية خسائر متتالية سواء في الدوري او في الكاس، مما ادى الى اقالة المدرب هيكتور كوبر وتعيين المدرب البرتو زاكروني اللي كان اول قرار ليه ان هو هيقطع اعاره ادريانو لبارما ويرجع اللعيب ده تاني لانتر ميلان. انا محتاج اللعيب ده. في يناير 2004 رجع ادريانو عشان يلعب معاه نص الموسم كله ويقدر يسجل فيه 12 جون في نص الموسم 2003-2004. وبعد نص الموسم العظيم لادريانو ده بيقرر كارلوس البرتو مدرب البرازيل وقتها ان هو يستدعي ادريانو للكوبا امريكا 2004 في ظل غياب نجوم الصف الاول كله. هتقول لي مين؟ هقول لك الظاهره رونالدو ما كانش موجود، كاكا ما كانش موجود، رونالدينيو ما كانش موجود، روبرتو كارلوس ما كانش موجود، كافو ما كانش موجود، المنتخب اللي كان لسه واخد كاس عالم من سنتين تقريبا ما كانش موجود. بيروح ادريانو مع شويه لعيبه برضه لسه جديده لسه صاعده، سواء لويس فابيانو سواء لوسيو ايا كان، بس بيستدعيه علشان يكون هو المنقذ. رغم غياب النجوم دي كلها بتقدر البرازيل ان هي تكسب الكوبا امريكا بفضل ادريانو اللي بيسجل 7 اهداف في البطولة. 7 اهداف يعني تقريبا كان بيلعب لوحده، من ضمنهم يا جماعة هدف في نهائي البطولة في الوقت القاتل في الدقيقة 91 بيتعادل مع الارجنتين 2-2 بهدف قاتل علشان يوصلهم لضربة جزاء، وبيسجل في ضربات الجزاء علشان تقدر البرازيل ان هي ترفع كاس الكوبا امريكا. ومن وقتها يصبح ادريانو هو المنقذ لمنتخب البرازيل بعد الظاهره رونالدو. لو رونالدو جاب لهم كاس العالم 2002 فادريانو هو لوحده اللي جاب الكوبا امريكا 2004. من بعدها وجماهير البرازيل شايلينه فوق دماغهم ومسميينه الامبراطور البرازيلي ادريانو. ويرجع ادريانو من الكوبا امريكا بفورمه عظيمه في بدايه موسم 2004-2005 يجيب الكاس الايطالي للانتر من روما من قلب الاسد علشان يكسبوا 2-0 بهدفين لادريانو. والجميل في الموضوع ان هو مش بس جاب لهم بطولة، دي اول بطولة تدخل نادي انتر من سنة 98، يعني 7 سنين من الجفاف من البطولات واول بطولة تدخل النادي كان اللي جايبها ادريانو. يروح بعدها على طول في نفس الموسم ادريانو للكاس القارات 2005 اللي اتلعبت في ألمانيا، والأول مرة يجتمع أدريانو والظاهرة رونالدو في فرقة واحدة في المنتخب. شوف كل التاريخ ده أول مرة يلعبوا مع بعض كان في البطولة دي. كاس القارات اللي بدأته البرازيل بداية عظيمة بالفوز على اليونان 3-0 وأدريانو بيسجل. بعدين خسروا من المكسيك في ماتش غريب جدا، بعدين يتعادلوا مع اليابان علشان يصعدوا تاني المجموعة بتاعتهم ويروحوا يقابلوا ألمانيا بقيادة كلينزمان اللي كانت فرقة خطيرة جدا، كان فيها لعيبة جامدة قوي، كان فيها مايكل بالك اللي هو وقتها كان واحد من أهم اللعيبة في العالم، كان فيها يانز ليمان، كان فيها بودلوسكي، كانت فرقة كويسة جدا. بس بتقدر البرازيل ان هي تتغلب على ألمانيا 3-2 بهدفين لأدريانو، وحتى الجون الثالث كان من صناعة أدريانو علشان يوصلوا الفاينل ويلعبوا الأرجنتين. بس المرة دي مش زي المرة اللي فاتت أدريانو بيتعادل في الدقيقة 92 وبيكسبوا بضربات الجزاء وبشق الأنفس. المرة دي الماتش كان أكنه فسحة، الماتش خلص 4-0، أدريانو بيجيب بدل الجون 2 وجون ثالث ملغي، رونالدينيو بيجيب، كاكا بيجيب، علشان تخلص المباراة بفوز البرازيل 4-0 وتاني لقب قاري بياخده
ادريانو مع منتخب بلاده الاول، ما بتكلمش على الناشئين وما بتكلمش على تحت 20 سنه، منتخب بلاده الاول هو قدر يجيب لهم الكوبا امريكا وقدر يجيب لهم كاس القارات اللي خد فيها الهداف واحسن لاعب في البطوله. وفي السنه دي حصلت اللحظه الفارقه في حياه ادريانو. في فتره الاعداد بتاعت موسم 2004 2005 بتيجي لادريانو مكالمه من البرازيل مدتها 10 ثواني كانت كفيله ان هي تدمر حياته، مش مسيرته الكرويه بس، لا كانت كفيله ان هي تدمر حياته كلها. جات له مكالمه لمده 10 ثواني: الو ابوك مات. ودي كانت المكالمه اللي دمرت الامبراطور واسقطته من على عرشه. ادريانو بعد المكالمه دي قعد يصوت صويت هستيري، لدرجه ان زميله وكابتنه في الفرقه خافير زانيتي كان بيقول ان هو من كتر الصويت اللي كان بيسمعه دخل عليه علشان يشوف ماله، ما كانش مصدق ان ممكن اي حاجه في الدنيا تعمل كده. وفضلوا ساعات بيحاولوا يسيطروا على الوحش الكاسر ادريانو في لحظه الغضب وفي لحظه الحزن اللي هو فيها دي، ما كانش فيه اي بني ادم قادر يسيطر عليه. ومن بعدها فقد ادريانو الشغف للكوره، لان ببساطه ادريانو طلع قال: انا كنت بلعب الكوره علشان خاطر اهلي، بلعب الكوره علشان خاطر ابويا اللي هو كان اهم حد في حياتي، دلوقتي ابويا مات، انا هلعب كوره ليه؟ الكل في نادي انتر ميلان من اول مراتي رئيس النادي لحد اصغر لعيب موجود، الكل تكاتف علشان خاطر يقدروا يخرجوا ادريانو من الحاله اللي هو فيها. وبالفعل ادريانو في خلال اول سنه اللي هو حقق فيها الالقاب اللي اتكلمنا عليها دي كلها مع انتر ميلان ومع البرازيل، وبيخش الدوري، بياخد الكاس، بياخد الدوري بعد سحب اللقب من اليوفي، بيجيب 28 جون في 42 ماتش في موسم 2004 2005. بيتألق تألق غير عادي علشان كان بيطلع كل طاقة الحزن اللي جواه في ملعب الكورة. وفي 2006 بيشارك في كاس العالم مع منتخب البرازيل، بيشارك في فرقة خارقة، فرقة فيها رونالدو، فيها كاكا، فيها رونالدينيو، فيها ادريانو، فرقة كانت المرشح الأول للبطولة لولا أعظم أداء فردي في تاريخ كرة القدم من وجهة نظري، وهو أداء زين الدين زيدان لوحده، مش مع منتخب فرنسا، لوحده. زين الدين زيدان لوحده في دور الثمانية في كاس العالم كان بيلاعب منتخب البرازيل، كان أداء أسطوري، وقدر إن هو يصعد بمنتخب بلاده لدور الأربعة على حساب البرازيل علشان تودع البرازيل لكاس العالم. وكانت هي دي نهاية الأسطورة أدريانو. زي ما قلنا اللي فات كله أدريانو كان في مرحلة النكران، كان بينكر اللي حصل، كان في مرحلة دينايل، ما كانش مصدق إن أبوه مات، ما كانش مصدق إن هو في الحالة دي، فكان بيطلع كل الغل اللي جواه في ملعب الكورة. أول ما عدت السنة أو الفترة دي كلها وبدأ يستوعب الموضوع، ضاع أدريانو، وضاع معاه حلم الطفولة، وضاع معاه أسطورة الإمبراطور البرازيلي. إيه اللي حصل لأدريانو من بعد البطولة؟ في 2007 تعاقد انتر ميلان مع زلاتان ابراهيموفيتش علشان يكون مهاجم تاني ويجددوا الدم لأدريانو اللي كانوا لسه مجددين له عقده من سنة لمدة 5 سنين. أدريانو اتجدد له عقده بعد وفاة والده ده لمدة 5 سنين لحد 2010 كنوع من أنواع التكاتف من رئيس النادي، ان هو بيقول له: انا واثق فيك، انت النجم بتاعنا، انت الايكون بتاعنا، انت هتفضل معانا ال5 سنين الجايين، انت لازم تفوق من اللي انت فيه. فكان ادريانو خلاص ضمن مكانه، الراجل معاه عقد لحد 2010. في 2007 انتر ميلان بتجدد الدماء، بتجيب زلاتان ابراهيموفيتش اللي كان من احد الاسباب اللي وافق ان هو يجي عشان ان هو يلعب جنب ادريانو. هو نفسه اللي طلع قال الكلام ده، قال ادريانو في الملعب كان عامل زي الحيوان، مش بصيغه الشتيمه، لا بصيغه الرعب، بصيغه القوه، وقال من الاسباب اللي جيت ان انا العب جنب لعيب زي ده. بس للاسف خلاص ما بقاش فيه ادريانو. ادريانو في 2007 كان وزنه زاد جدا، كان بدأ يظهر عليه اثار الشرب، اثار السهر، اثار المشاكل والخناقات اللي كانت بتحصل كل يوم والتاني في البارات، تطلع تتذاع في الميديا. ادريانو وصلت بيه ان هو كان سهران في حفله وسكران جدا، فضل قاعد فيها لحد الصبح، كان باقي ساعه واحده على التمرين، فاخد عربيته وراح التمرين وهو سكران، ودخل الملعب وهو بيتطوح ومش عارف يمشي علشان اللعيبه تتلم حواليه وتاخده تدخله اوضه تغيير الملابس او اللوكر روم علشان يفضل قاعد جوه نايم ويخبوه من الصحفيين. هو ده الحال اللي كان وصل له ادريانو في الفتره دي. ادريانو كان خلاص فقد الشغف في الحياه كلها، مش في كره القدم بس. في السنه دي اللي الانتر ميلان اتعاقد فيها مع جوزيه مورينيو عشان يكون مدرب الفريق، اللي بالمناسبه كان بيحب ادريانو جدا، كان بيحاول بكل الاشكال ان هو يرجع ادريانو، بس مفيش فايده. ادريانو ما كانش عاوز يساعد نفسه،
لدرجه ان هو نزل اجازه البرازيل، وطلعت كلام كتير قوي من هناك ان هو هيلعب في ساو باولو، لدرجه ان مورينيو قال له لو انت سعادتك في البرازيل ما ترجعش، لو انت سعادتك في البرازيل وهتبقى انسان احسن هناك خليك هناك. بس ادريانو وقتها قال لا، انا هرجع وهثبت لكم ان انا انسان قوي وعندي عزيمه وهرجع احسن من الاول. بس للاسف الكلام ده كله كان بلح، وفضل ادريانو في البرازيل، تعاقد مع نادي ساو باولو وتألق مع ساو باولو برضه بالمناسبه كرويا في الملعب، بس مشاكله خارج الملعب كانت كتيره جدا. تخيل مشاكله كانت عامله ازاي في ايطاليا. المشاكل دي لما رجع البرازيل بقى في الحي الفقير اللي هو كان فيه ومع صحابه الصغيرين اللي اغلبهم بقوا رجال عصابات، بقى ادريانو كل يوم يتمسك في حفلات، يتمسك في سهرات تبع تجار مخدرات، لدرجه ان هو متصور بسلاح وبيتباهى بيه، سلاح مطلي من الذهب. فالموضوع بهوأ لدرجه ان المسؤولين في نادي ساو باولو كانوا عايزين يتخلصوا منه باي طريقه. مش مهم التألق في الملعب، انت مشاكلك كتير بره الملعب. كان عليه قواضي كتيره جدا، كان كل شويه بيتمسك في اسم شرطه ويروحوا يخرجوه، فكان عامل لهم وجع دماغ. سنه 2008 بيقرر ادريانو ان هو يرجع ايطاليا تاني لانتر ميلان ويحاول مره تانيه مع جوزيه مورينيو، والمسؤولين في ساو باولو طلعوا قالوا الحمد لله احنا ما صدقنا ان هو مشي. بيرجع ادريانو تاني في 2008 لايطاليا وهو عنده لسه 26 سنه بس كالعاده بينتكس تاني، سهر، بنات، خمره، شرب، وزن زايد، مفيش اي التزام. دي مش حياه لعيب كوره، وفقد الامل فيه رغم حبه الشديد ليه. وقررت اداره انتر ميلان ان هي ترجع ادريانو لفلامينجو. قالوا له ارجع يا باشا مكان ما جيت، ارجع لناديك، انت ابن النادي، هم اولى بيك. رجع ادريانو لفلامينجو في البرازيل، اللي قال انا ما كنتش اقدر ارجع البرازيل في اي نادي غير فلامينجو، بالرغم ان هو كان لسه في ساو باولو ولسه هيروح انديه تانية. بس ايا كان رجع لحياه البرازيل وحياه العصابات. كان كل يوم والتاني بيتصور في الشارع وهو ماسك البيره او الخمره في ايده، كل يوم والتاني بيتصور بسلاح، كل يوم والتاني في الاسم، كل يوم والتاني في حفله مع تاجر مخدرات. حياته كانت خلاص ضاعت، مسيرته الكرويه كانت بتنتهي. بس ادريانو الناس كلها كانت بتقول عليه ان هو انسان طيب، هو مش شخص وحش ومش شخص شرير، عشان كده كان دايما جواه حاجه بتقول له لا انت الامبراطور، انت تقدر ترجع تاني. وبيحاول ادريانو فعلا في 2010 ان هو يرجع للكره العالميه تاني، وبيتعاقد معاه نادي روما اللي حطوا بند في عقده ان هم يقدروا يفسخوا عقده في اي وقت بدون ابداء اسباب لو حصلت اي مشكله من ادريانو سواء جوه الملعب او بره الملعب. اللي كان وقتها بيقوده كلاوديو رانييري، وقال انا هاخد ريسك كبير قوي بالتعاقد مع ادريانو، بس هو ريسك انا مستعد اتحمل نتيجته، لان هو 50-50، ولو 50% صابت انا هوصل بروما في حته ثانيه خالص، لان ادريانو زي ما قلنا كان وحش، ما كانش لعيب عادي. فالراجل كان قادر ان هو ياخد الريسك. بس بمجرد رجوعه لايطاليا مره تانية رجعت عاداته السيئه وعادات السهر والشرب والبنات، فللاسف ادريانو ما عملش اي حاجه مع روما، وتمت اقاله كلاوديو رانييري وتعيين مونتيلا اللي كان اول قرار خده ان هو يفسخ عقد ادريانو. في سنه 2011 تم فسخ عقد ادريانو مع نادي روما الايطالي عشان يرجع البرازيل مره تانية عن طريق بوابه نادي كورنثيانس اللي بيتعاقد معاه المره دي على امل الراجل لسه عنده 29 سنه ولسه عنده كتير، على امل ان هم ياخدوا منه حاجه، بس بيرجع لعاداته السيئه من شرب وسهر وبنات ومخدرات وسلاح والكلام ده كله، قواضي كتير عليه، مشاكل كتير مع الشرطه. فبيفسخ كورنثيانس عقد ادريانو، وبيقعد ادريانو بلا نادي لمده سنتين علشان يجي تقريبا في موسم 2016 بيتعاقد معاه نادي امريكي في الدرجه الرابعه، على ما اتذكر كان اسمه يونايتد ميامي او ميامي يونايتد اف سي، نادي امريكي درجه رابعه. ورغم كده ادريانو ما قدرش ان هو يواكب الكره عندهم، ادريانو ما قدرش ان هو يلعب عندهم، علشان بعدها ادريانو يبطل الكوره ويعتزل، رغم ان رئيس نادي فلامينجو عرض عليه ان هو يرجع يلعب تاني. انت تقدر ترجع تلعب، انت لسه عندك 34 سنه، ممكن تلعب لك سنتين 3 كمان، لو فقت من اللي انت فيه تقدر تبقى ايقونه كبيره لنادي فلامينجو، تقدر تبقى اسطوره نادي فلامينجو. بس ادريانو رفض وقال كفايه لحد كده. ادريانو طلع في لقاء تلفزيوني قال او اعترف ان هو وقتها كان بينكر ان هو عنده مشاكل ومدمن على الخمور والشرب، وكان بينكر ان هو عنده مشاكل في السهر وي،
بس رجع اعترف قال انا ما كنتش بلاقي نفسي غير في السهر، انا ما كنتش بعرف اطلع الحزن والضغط والغل والغضب اللي جوايا ده غير وانا سهران. حزني على ابويا ما كنتش قادر اطلعه في الكوره، اول سنه دي كانت سنه استثنائيه. ادريانو رجع يقول ان انا ما كنتش مبسوط وانا معايا فلوس كتير وانا بلعب كوره، الناس كلها بتقول انت كنت تقدر تبقى غني، تقدر تبقى اسطوره، تقدر تبقى. قال وحتى لو بقيت انا ما كنتش مبسوط، انا مبسوط بقعدتي وسط اهلي في الحي بتاعي فيا كورسيرا في ريو دي جانيرو في البرازيل. هي دي السعاده بالنسبه لي. السعاده مش فلوس، انا معايا فلوس كتير بس مش سعيد، انا سعادتي بالقعده اللي انا بقعدها وسط الناس دي، وسط جيراني، وسط اهلي. والفتره دي عمالين نشوف فيديوهات كتيره لادريانو، فيديوهات تحزن الواحد، فيديوهات على طول وهو راكب الموتوسيكل بتاعه وهو سكران وهو ماسك في ايده ازايز الخمره وهو قاعد في الشارع مع رجال العصابات وهو ماسك السلاح وي 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 وي. طبعا الصور والفيديوهات دي كلها بتحزن كل عشاق كرة القدم على أسطورة كبيرة بحجم أدريانو، إن هو وصل بيه الحال للمرحلة دي، كلنا بنزعل عليه. القصة دي قصة حزينة جدا، قصة مؤثرة جدا، قصة تزعلنا كلنا على أسطورة ما تمتش، قصة ترجعنا لأول فيديو وتقول لك إن محمد صلاح كان معاه حق وإن المينتاليتي أو المينتال هيلث هي أهم حاجة. شفت إزاي المينتال هيلث تقدر توقع بسهولة أسطورة الإمبراطور البرازيلي؟ اشوفكم في حلقة تانية من برنامج حكاوي كورة. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتش في القناة ادخل اعمل سبسكرايب، ويا ريت تقول لي ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات. تشاو.